شي حاجه خطيره كتوقع في عقلك ملي كتكون كتفرج في المحتوى القصير، والمشكله هي انك ما راش ليها البال نهائيا. هادشي اللي غادي نقول لك دابا ما عنده حتى شي علاقه بنظريه المؤامره، وماشي مجرد حاله نفسيه او ارهاق غادي يدوز واحد الوقيته ويفوتك. هادشي اللي وقع دابا اعمق واخطر وضروري خاصك تعرف، حيت الا ما عرفتيش دابا ممكن ما تعاودش ترجع كيف ما كنتي من قبل نهائيا. ضبابه في العقل ما كتخليكش تشوف حتى حاجه واضحه، كتخليك تحس براسك مشوش وما بقيتيش قادر تركز. انت ما بقيتيش هو انت. انا ما كنقولش لك هادشي باش نحاول نخوفك، وانت ماشي مجبر باش تيقني، ولكن بغيتك تفيق وتصور راسك واش هادشي اللي كيوقع ليك عادي. انا غادي نوريك شنو واقع، وغادي نوريك شنو اللي جالس كيمسحك وكيعاود يبرمجك من جديد من الداخل وبلا ما ياخذ حتى الاذن ديالك، وغادي نوريك كيفاش تقدر تلقى الطريق باش ترجع. العالم اللي ولينا عايشين فيه دابا ولا عامر بحالات الاكتئاب والقلق واضطرابات عقليه كثيره لا تعد ولا تحصى، منها فرط الحركه ونقص الانتباه والوسواس القهري وما الى ذلك. متفق معك، هذا الشيء عنده بزاف ديال الاسباب، ولكن السبب الرئيسي هو منصات التواصل الاجتماعي، وبالضبط المحتوى القصير. اعطيني عقلك وركز معايا مزيان، حيت هادشي اللي غادي نقول لك دابا خطير وبزاف، وحتى واحد ما واخدو بجديه. ملي كتشد التليفون ديالك وكتبدا تسكرولي وتختار شنو تشوف وشنو تسمع وشنو هو المهم بالنسبه لك باش توقف عنده ولا تدوز، واش هاد الاختيارات هادو كاملين كديرهم بمحض الاراده ديالك؟ شنو الا قلت لك لا؟ هادشي كامل مدروس مزيان. الخوارزميات اللي تبنات شحال هادي باش تشد الانتباه ديالك وتخليك مدمن ولات اليوم مدعومه بالذكاء الاصطناعي، وهذا الشيء كنظن واقيلا كاملين كنعرفوا، ولكن اللي مازال ما كتعرفوش دابا هو ان هاد الخوارزميات ولات عارفه بالضبط شنو اللي كيقلقك وشنو اللي كيفرحك، باش كتحس وكيفاش كتفكر. حرفيا الخوارزميات دابا ولات كدير لك تحليل نفسي وعاطفي شامل للشخصيه ديالك، وفاش كتجمع عليك هاد الكم الهائل من المعلومات كتبدا تختار بدقه اش من نوع ديال المحتوى غادي تعرض عليك واللي قادر يضرب العاطفه ديالك. والدليل على هادشي اللي كنقول لك هو امتى كانت اخر مره انت اللي قلبتي بيديك على المحتوى اللي باغي تشوف. يعني اي قرار ديالك دابا هو مجرد اختيار بدون تفكير ضمن مجموعه ديال الاقتراحات اللي كتختارهم الخوارزميات خصيصا ليك انت بوحدك. حاول تقارن داكشي اللي كيطلع لك انت مع داكشي اللي كيطلع لصاحبك وغادي تعرفني علاش كنهضر. والخطير في الامر هو ان هاد الخوارزميات ولات قادره تقرر حتى كيفاش غادي تردك من بعد، ولات كتستعمل العاطفه كطعم باش تخدرك وتخليك تستهلك اكبر عدد من المحتوى بدون وعي. وهنا فين كيوقع بحال بغينا نقولوا اختراق العقل البشري من طرف الاله. هنا كتكون عطيتيها كامل الصلاحيات باش تمسحك وتعاود تبرمجك من جديد كيف ما بغات، وسط عالم تم التشكيل ديالو باكواد وبرمجيات اللي ما غاديش تقدر تشوفها ولا حتى تقراها. المشاعر ديالنا بدات كتولي باهته، العقل ديما مشتت مع انعدام التركيز، وهذا الشيء ما تفرضش عليك بالعنف ولا بزز منك. هذا الشيء انت اللي جربتي موراه بدون شعور بسبب المحتوى القصير اللي عرفات الخوارزميات كيفاش تردك مدمن عليه. اذا كيفاش كيسبب هذا المحتوى القصير هذا الادمان كامل، وشنو هما الاضرار اللي كيدير في الدماغ ديالك ملي كتبقى تتفرج بزاف هذا النوع من الفيديوهات وكتنتقل فيما بيناتها؟ اللي كيوقع في هذه اللحظه هو انك كتفرج فقط في المحتوى اللي منتشر فيرال، لان 99% من الفيديوهات اللي كتطلع لك سواء في تيك توك انستغرام ولا يوتيوب شورت او اي منصه اخرى راها فيديوهات منتشره فيرال. واللي خاصك تفهم معايا دابا هو ان الخوارزميات باش تدفع اي فيديو ينتشر فيرال ضروري خاصو يكون كيحرك العاطفه، وهذا الشيء كيعني ان الغالبيه العظمى من الفيديوهات اللي كتشوف كل نهار غادي يكون عندها تاثير عاطفي عليك، لان العاطفه بكل بساطه هي اللي كتخلي انتباهك يتشد، كيوقع عليك بحال شي فار طاح في المصيده. وهذا الشيء هو اللي كيخلي ان المحتوى القصير يكون مسبب للادمان، وكيخليك تسكرولي نهار كامل بلا ما ترد البال حتى شحال داز ديال الوقت. جرب دابا وسير شد شي فيلم فيه 1 سوايع ونص ولا شي بودكاست فيه 1 ساعه ونص، انا متاكد انك ما غاديش تقدر، غادي تحس بواحد الشعور غريب وبحال الا شي حاجه متقله عليك وما غاديش تقدر تكمله. والشيء المرعب في هذا الشيء كامل هو انك فاش كتكون كتسكرولي كيسحب لك كتسكرولي الفيديوهات، ولكن في الحقيقه انت جالس كتسكرولي في المشاعر ديالك. كل مره كتدوز من فيديو لفيديو اخر كتكون كتعيط حرفيا لشعور مختلف على اللي كان قبل. في اقل من 10 دقائق ممكن تعيش الفرحه، الحزن، الغضب، الغيره، التحفيز
واخطرهم الاثاره الجنسيه بدون وجود اي سبب واضح وحقيقي لهذه المشاعر، حيث الدور ديال المشاعر هو تحريض ردود افعال مناسبه تجاه اي موقف كتلتقطوا الحواس ديالك باش تبقى عايش فوق هذه الارض السعيده. بحال مثلا عينك فاش كتشوف شي حيوان مفترس كيتولد عندك شعور بالخوف باش تهرب ولا تتخبى ولا تحمي راسك. ولكن المشكله اللي كتوقع لك مع هذا المحتوى القصير هو انك كتعيش جميع هذه المشاعر بدون سبب حقيقي وبدون ردود افعال وبلا ما تنوض حتى من بلاصتك، الشيء اللي كيؤدي تماما الى تدمير العقل وتدمير اليه الذكاء العاطفي عندك. ما كتبقاش تعرف تتعامل مع العواطف ديالك ولا تتحكم فيها نهائيا. وملي كنقولوا العاطفه فراه العاطفه ما كتجيش من فراغ، بل كتنتج على المستوى الكيميائي في الجسم ديالك، على مستوى النواقل العصبيه بحال النورابنفرين، الدوبامين، السيروتونين والاسيتيلكولين والنورادرينالين. كل هذه النواقل العصبيه كتهيج على الدماغ ديالك باش تولد مشاعر. فعلى سبيل المثال كنتي غادي في الطريق وتلاقيتي بشي حد عزيز عليك، في نفس اللحظه دماغك غادي ينتج دوبامين وغادي يخليك تحس بالسعاده، وهاد السعاده هذه غادي تحدد بدورها الطريقه كيفاش غادي تتفاعل مع هذا السيد. وهذا الشيء كامل عادي وما فيه حتى شي مشكل. ولكن في حاله المحتوى القصير هاد المشاعر واخا كتحس بها ما كدير بها والو، ما كدير بها حتى شي رد فعل حقيقي. عمرك ما لاحظتي انك فاش كتبقى تسكرولي بالسوايع كتحس مورا براسك بحال مكتئب وما فيك اللي ينوض يدير شي حاجه؟ اللي واقع في الحقيقه هو ان عقلك تم التحفيز ديالو بمجموعه د المشاعر بشكل مفرط، غرقتيه في مجموعه ديال المواد الكيميائيه اللي خاصو يحللها كامله وبسرعه. فهاد الحاله هذه كيخدم عقلك فوق الطاقه ديالو وكيتصاب بالاجهاد. وبالاضافه لهذا الشيء كامل عقلك ملي كتولفوا هذا النمط المفرط من التحفيز العاطفي كيولي حساس وما كيبقاش قادر يتحكم في المشاعر نهائيا. النظام العصبي الحسي كذلك منهك بواسطه الكميه الهائله من المحفزات الاصطناعيه اللي كتدخل ليه. نفس الشيء اللي كيوقع ليك الا بديتي كتاكل واحد الماكله بزاف ويوميا، بدات كتربي واحد النوع ديال المقاومه لدرجه ان غير كتجي في فمك هذه الماكله كتحس بالدوخه. هذا الشيء علاش الناس ولات كتعاني بكثره دابا من الاكتئاب، القلق، الغضب، بالاضافه لواحد النوع ديال الامراض اللي عاد ولينا كنسمعوه دابا بزاف وكامل عندهم علاقه بالصحه العقليه بحال ADHD، الODD والOCD وما الى ذلك. نهار كامل وحنا كنسكروليو وكنكليكيو وكنتفاعلوا وكنجاوبوا، والادمغه ديالنا ما عمرها كتمصاوبه باش تستقبل وتعالج هذا الكم الهائل من العواطف والمعلومات وفي مده قصيره. بالاضافه لهذه المشاكل العاطفيه كامله، العلم العصبي الحديث كيبين انه بلا تركيز عميق الغير مشتت وبدون مده كافيه الدماغ ديالنا ما كيقدرش ينقل التجارب القصيره الامد الى الذاكره طويله الامد. وهذا الشيء علاش بنادم ولا كينسى بزاف، حيت ما يمكنش تبقى عاقل على واحد الحاجه درتيها ولا عشتيها وانت ما كنتيش مركز معها. كلشي ولا كيتنسى دغيا بحال حياتنا ولينا كنكتبوها قلم الرصاص. ربما كاين اللي ما بقاش كيعقل حتى على الهضره اللي دارت بينه وبين صاحبه البارح. هذا الشيء ماشي طبيعي وماشي ستريس، هذا انهيار شبه كامل للذاكره ديالك. وهذا الشيء الا كان كيوقع لك فراه بسبب المحتوى القصير اللي كيحفز الدماغ باستمرار بمعلومات جديده وفي وقت قصير وكيعودوا على التنقل السريع بين المواضيع. وهذا الشيء هو اللي خلاك ما تبقاش قادر تركز ولا قادر تفهم المعلومات المعقده او العميقه. دابا غادي تقول لي كيفاش غادي نعرف راسي بلي هادشي كيوقع ليا ولا لا؟ انا غادي نقول لك. ربما كنتي فضولي من قبل ولا شغوف ولا عندك شي طموح باغي توصل ليه، ودابا هادشي كان ولا كيجيك بعيد وكتحس براسك ما عمرك غادي تقدر تشدو، ولا كيجيك بحال شي حلم قديم ما بقيتيش مسوق ليه. بديتي كتآمن ان لا شيء مهم في هذه الحياه، المعنى بدا يتلاشى مع انعدام الرغبه والدافع باش تحقق اي انجاز. الا شي حاجه من هادشي حركاتك ما تخافش، راه كاين واحد الجزء فيك لداخل مازال كيعقل، وإلا كنتي مازال كتقدر تلاحظ فراه مازال كاين الطريق باش تقدر ترجع. وقبل ما ترجع لحياتك وقبل ما يرجع الضجيج العالم يدخل لودنيك، بغيت نخلي لك شي حاجه مهمه، ماشي تحذير وماشي حل وانما اسئله اللي بمجرد انك غادي تزرعهم من الداخل يمكن عمرهم غادي يخليوك ترتاح كيف ما كنتي مرتاح من قبل وانت كتستهلك هذا النوع من المحتوى. ولكن بشرط غتجاوب بكل صراحه، شنو هما الحوايج اللي كانوا فيك زوينين ونسيتيهم؟ شنو هما الغرائز اللي بدات كتسكت؟ شنو هي الاحلام اللي كانت كبيره عندك ودابا غادي وكتصغر؟ شنو هي الاجزاء اللي ضاعت منك؟ ماشي حيت تبدلتي ولكن حيت ما بقيتيش قادر تفكرها. واذا فعلا كتحس انك ضيعتي كل هاد الاجزاء منك، بغيتك تجاوبني وبكل صراحه على كل سؤال من هاد الجوج عاوتاني. واش انت اللي خليتيهم يضيعوا منك ولا شي حاجه خداتهم منك بلا الاذن ديالك؟ الا سولتي راسك الاسئله الصحيحه وجلستي بوحدك في واحد القنت والسكات وما بقيتيش كتحاول تهرب من راسك، غادي تبدا تسمع واحد الصوت خافت جاي من الداخل كيجاوبك. غادي تبدا تشوف الوجه اللي تقريبا نسيتيه تماما، غادي تلقى واحد الشعله مازال شاعله فيك وانت ما عارفاش. وهنا فين غادي تبدا الطريق باش ترجع. انت ما عمرك تمسحتي بالكامل، بل تم التخدير ديالك فقط، تم طمس الهويه ديالك والذاكره
كتعرف ديما كيفاش تلقى طريقه باش ترجع. ولكن الا مازال غادي تخليهم يتحكموا في العاطفه ديالك، فراك غادي تبقى ديالهم وبمحض الاراده ديالك. وهذا الشيء ماشي وسواس ولا بارانويا، هذا هو المخطط الحقيقي ديال جميع المنصات. فاش ما كتبقاش تعقل وكتولي تنسى بزاف وما كتبقاش قادر تسيطر على العاطفه ديالك، غادي تبدا تثيق في اي قصه عطاوها لك، وانت كتظن ان الحياه كانت ديما على هذا الشكل، وغادي تظن كذلك ان ادمانك كان قرار ديالك. ولكن ها هي الحقيقه اللي ما يقدروش يمسحوها، مور داك الضباب انت مازال كاين، انت ماشي ضايع، وما خاصكش اللي يوريك شنو دير، وما محتاج تهرب من الميتريكس كيف ما كيقولوا. انت خاصك غير ترجع تعقل على داك الشيء اللي كيخدموا عليه الليل ونهار باش يخليوك تنساه. ودابا الا حسيتي بشي حاجه تحركات فيك لداخل، واخا غير شويه وانت كتفرج في هذا الفيديو، ولا القلب ديالك تشد عليك، ولا حسيتي بحال شي واحد جا شعل الضو في واحد الغرفه كنتي نسيتيها انها اصلا موجوده، فراه ماشي انا اللي جيت فيقتك، هذاك راه انت اللي وليتي قادر تشوف الحقيقه، انا غير وريتك فين كاين الباب. السلام عليكم.